ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم. فيديو خفيف كده وبسيط خالص خالص. جزء بسيط من يومي. اتمنى انه يكون خفيف على قلوبكم كده وتستفادوا منه باي حاجه حتى لو كانت بسيطه، او تتشجعوا وتتحمسوا طبعا. وعايزاكي لو انت اول مره بتشوفيني اتمنى تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وتكتبي لي تعليق حلو كده عشان ارحب بيكي في القناه، ولايك حلو بقى علشان الفيديو ينتشر واكتر عدد من الناس تشوفه وتشجعني وتحمسني زي ما انا بشجعكم وبحمسكم. بصوا بقى، الفيديو النهارده هو فيديو بسيط خالص، انا بس ما حبيتش اتقل عليكم في بدايه الفيديوهات كده وانزل عليكم فيديوهات جامده او فيها شغل كتير. لا، انا قلت نتحمس مع بعض، حاجه بسيطه كده تاخدوا منها فكرة، تتشجعوا تتحمسوا معايا و... وتقومي برضو تشتغلي وتشوفي اللي وراكي. مش لازم نبتديها بقى دعك بقى وغسيل ورغاوي كتير وحاجات زي كده. لا، انا قلت ايه، هنبدأ مع بعض بحاجات بسيطة كده. جزء من اليوم بتاعي. انا يومي كان بادئ في اليوم دوت. قمت من النوم، عملت ايه، لميت الغسيل اللي على الحبل، واول ما لميته خدته على طول طبقته ورصيته في الدولاب علشان ايه ما يبقاش موجود يعني، او ما تطبقش. بيبقى بحس ان في حاجه منحكشه في الشقه والدنيا بايظه خالص لما بيبقى في غسيل مش متطبق. فقلت اول حاجه اعملها الم غسيلي واطبقه. وكان عندي شويه غسيل تاني مغسولين، قلت انشرهم بالمره برضو احمسك. لو انت عندك غسيل مش عايزاكي تكسلي عليه، اغسلي الغسيل يطلع من الغساله انشريه على طول، ولو في غسيل على الحبل لميه. ما تسيبيش غسيل كتير على الحبل عشان خاطر ما يتطربش ويبوظ وتعبك يروح على الارض. اغسلي من بالليل للصبح، الشمس تطلع عليه على اخر النهار كده ابدأي لمي. لو عندك حطت غسيل تانية انشريها. بس فطول ما انت بتلمي وتغسلي على طول وكده، غسيلك يفضل ريحته حلوه ويفضل زاهي كده وحلو، واللبس عندك ما يجربش من الشمس لو سبتيه اكتر من يوم وكده. بس النهارده بقى ايه، قلت هنعمل اكل خفيفه كده مع بعض، قلت اشاركها معاكم. طبعا انتوا عارفين ان احنا صايمين، كل سنه وانتم طيبين. فطبعا بقى اكلنا خفيف وبسيط كده، فقلت اشارككم الاكله اللي انا بعملها دي. دلوقتي انا كنت حطيت بتنجانتين على البوتاجاز. في ناس بتشوي البوتاجاز سوري، بتشوي البتنجان بتشويه في فرن البوتاجاز، لكن انا بشويه فوق على العيون. بحطه كده وافضل اقلب فيه لحد ما الاقيه طري كده واتشوى، وبعد كده احطه في طبق يبرد واقشره ونعمله بابا غنوج بقى. وجبت بطاطس قشرتها، قلت هعملها شيبسي معاكم، هوريكم طريقه للشيبسي جميله جدا جدا في البيت، انضف واحسن من بره 100 مره. وتقدري بقى تشكليها بالشكل اللي انت عايزاه، يعني تعملي شيبسي وتحطي عليه اي توابل انت عايزاها، هتديكي الطعم اللي انت عايزاه. بس طبعا البتنجان كان عندي اتشوى، حطيته في طبق وسبته يبرد، وجبت حله عندي على البوتاجاز. خرطت فيها بصله مع معلقتين زيت كبار، شوحت البصله اول ما دبلت. نزلت عليها بقرن فلفل متقطع خرط صغيره وفص توم، دبلوا مع بعض، شوحتهم مع بعض كده لحد ما دبلوا. ونزلت عليهم بحوالي 5 طماطمات مضروبين في الخلاط. بس وزودتهم طبعا ميه عشان يغلوا مع بعض. احنا مش عايزين المكرونه بتاعتنا تبقى كلها صلصه، لا احنا عايزينها تبقى واخده طعم الصلصه، بس الصلصه ما تبقاش باينه فيها قوي. بس حطيتهم على البوتاجاز، حطيت عليهم معلقه بهارات لحمه، وحطيت كمون وفلفل وبابريكا وسنه قرفه وشويه ملح بس كده، ومكعب مرقه خضار، وتحطيهم بقى على النار ياخدوا غلوه. اول ما تغلي معاكي تقومي حاطه حوالي كوبايتين مكرونه. بس اهم حاجه الميه تبقى متضاعفه فوق المكرونه عشان تستوي وتبقى طريه وجوسي كده معاكي. بس اول ما تغلي بتوطي عليها النار وتسيبيها تستوي براحتها. هنا بقى وريت لكم الجزء اللي في الخلاط ده اللي بيعمل الشيبسي. هي اسمها ايه، مش عارفه بيسموها ايه، سلاح. السلاح بتاع الشيبسي بتبقى جايه مع الكبه دي. لو انت عندك اي كبه تانية دوري على السلاح ده وشوفيها فيه، بتعمل الشيبسي بطريقه جميله جدا. وده شكلها عبارة عن مستطيل كده وفيه شريحة، بتطلع الشيبسي بالطريقة الرقيقة جدا دي. وبصراحة يعني أحلى من الشيبسي بتاع بره. بجيب حلة على النار، بحط فيها مية، يدوبك المية تبدأ تسخن جامد لدرجة الغليان تحسيها إنها تغلي كده. تحطي فيها حوالي نص معلقة ملح وعصرة ليمون. لو عندك خل حطي حوالي نص فنجان خل كده، بيخلي الشيبسي مقرمش وجميل جدا جدا. بس وجبت طاسه عندي حطيت فيها زيت نضيف خالص، والبطاطس عندي مجرد بس ما حسيت ان هي هتغلي، الميه هتغلي بيها، قمت طافيه عليها وسايباها في الميه السخنه، وبصفيها كويس جدا من الميه وانزل بيها في الزيت. بتحطي كميه قليله، ما تحطيش كتير عشان الشيبس يطلع معاكي مورق كده وجميل.
بس هنا بقى البتنجان كان طبعا برد عندي، بمسكه بقى ايه يعني اقشره كده واشيل من عليه القشره السمراء دي خالص، واخد القلب بتاعه. عايزه اقول لكم ان ريحته بتبقى جميله جدا وطعمه حلو قوي قوي قوي، احسن بقى ما تشويه في اي حاجه تانية. بس بتفتحي حته تبداي تفضي قلب البتنجانه كده في الطبق بس. وبعد ما فضيتهم هما الاتنين هحط عليهم بقى طحينة، وهحط عليهم نص ليمونة اعصرها، وهحط كمون وفلفل نص معلقة صغيرة وربع معلقة فلفل اسمر وشوية ملح ابيض وممكن شوية بابريكا صغيرين بس كده. لو عندك خل حط معلقة، وبنحط فصين توم مفرومين بيدوها طعم جميل قوي. لو عندك برضو كزبرة خضراء حطي، بتدي طعم جميل قوي. بس انا بصراحة ما حطيتش كزبرة، عندي جوزي بيحبها من غير اي خضره وكده. بس طعمه جميل جدا جدا، بيشجع جنب الاكل الصيامي وبتبقى حاجه مختلفه وكده. بس انا بقى على ما المكرونه بتاعتي استوت عملت الشيبسي وعملت البابا غنوج بس. واكله خفيفه بسيطه كده النهارده، اتمنى بس تاخدوا منها اي فكره. ولو انتي بقى بتشوفيني لحد هنا اتمنى تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، ويا ريت كومنت حلو عشان ارحب بيكي في قناتي. طبعا انا حابه اشكر الناس الجميله جدا جدا اللي شجعتني على الفيديو اللي فات ورحبوا بيا كده وحسسوني فعلا ان انا كنت وحشاهم. بجد انتوا كمان وحشتوني اكتر واكتر، وقد ايه تعليقاتكم وكلامكم الجميل وصل لقلبي. واتمنى بس فيديوهاتي تكون خفيفه كده وتكون بتعجبكم. بصوا بقى هنا الاكل بتاعي خلص، وده كان الاكل بعد ما خلص. شايفين الشيبسي بيتكسر وجميل جدا، والمكرونه طعمها كان روعه. جربوها بجد، اكله مختلفه عن المكرونه المصلصه العاديه. قدمتها مع طبق سلطه وشويه مخلل وكده وبس. ده كان اكلنا النهارده. طبعا اكل الصيام اكل خفيف، وبيني وبينكم مع غلو الاسعار الصيام ارحم 100 مره من الفطار، لان الفطار تكلفته بقت عاليه جدا. طبعا احنا حتى في الفطار هنحاول ان احنا نمشي امورنا وندبر حياتنا كده، بحيث ان احنا مش كل يوم يبقى طبيخ، لان اليوم بقى يكلف جامد جدا والدخل اقل من المصاريف. فكل اللي هنقدر عليه ان احنا نخفف العبء على جوازاتنا شوية، ونوفر شوية في موضوع الأكل. وصدقوني كلها محصلة بعضها، يعني اللحمة زي الفراخ زي الأكل الصيامي العادي، كله أكل وكل يعني زي ما بيقولوا كده البطن ما بتشكرش. فأي حاجة تعمليها البطن بتشبع وبتسكت والموضوع بيخلص. بس فانتي حتى لو انتم مستيمين حاولي يبقى حتى يوم ويوم، كل يومين تطبخي مرة. حددي 3 ايام او 4 ايام في الاسبوع تطبخي فيهم، وبقية الايام قضيها اكل عادي. وبس الاطفال بتاكل اي حاجة والدنيا بتمشي، والحياة ما بتقفش على الاكل يعني. بس. وبعد ما اتغدينا طبعا كان في عندي مواعين في الحوض، قلت اغسلها بقى عشان ما يبقاش ورايا حاجه خالص. وطبعا على ما خلصت المواعين وشطبت المطبخ وكده طلعت لقيت جوناثان عامل عمايله في الصاله، فقلت بقى انفضها كده وانضفها معاكم. وتتشجعوا وتتحمسوا كده. لو عندك اي مكان ابنك مبهدله او لعبه متفركشه في اي حته عادي لمها. انا قعدت لمها بصراحه وشغلته معايا بس. وحتى هو بيتشجع لما انا ببقى بنظف وكده، بيحب يساعدني علشان خاطر يحسسني ان هو يعني بيحبني وكده وايده بايدي. فانتي كمان لو عندك طفل صغير شغليه معاكي، احسن من انك تسيبيه قدام التلفزيون او قدام الموبايل. الحاجات دي بتبقى متعبه جدا جدا للعين. وعايزه اقول لكم ان الموبايل فعلا بيعمل تاخر ذهني وبيعمل خلل عند الاطفال. فخدوا بالكم موضوع التليفون ده كويس قوي قوي قوي، لان انا عايزه اقول لكم ان ابني حصل معاه حاجه كده. المدرسه بتاعته لفتت انتباهي ليه، ان هو بيكتب الكلام يعني بيكتب يعني الحرف بيكتبه بالمتشقلب كانه شايف مرايه قدامه. فقالت لي دوت نتيجه مسكه للتليفون. فخدي بالك لان التليفون بيعمل انعكاس، بيخلي الطفل بيشوف الحاجه او بيكتب الحاجه زي ما هو شايفها في الموبايل. فيجي مثلا هيكتب حرف الدال، بدل ما يكتبه دال عادية لا بيكتبه دال بتبص اليمة التانية. في الحروف الانجليش بدل ما بيبدأ من اليمين بيبدأ من الشمال. الحاجات دي بدايات، فخدوا بالكم. انا عن نفسي خدت بالي، فقلت بقى احاول على قد ما اقدر ان انا ما امسكوش التليفون كتير واخليه يشتغل معايا في البيت. ولما بنبقى فاضيين بحاول اجيب كراسة رسم ارسم له حروف او ارقام او كده، واقول له يلا اقعد لون. الحاجات دي بتشغل الطفل جامد جدا وبتخليه حاسس ان هو قريب من مامته، في حاجة بتشاركهم بعض. مفيش
بينهم حاجز ان اول ما ازعج ماما او اعمل لها صداع وكده تقوم جايه مسكاني الموبايل وتقول لي اقعد بقى وريح دماغي. لا، انت قربي من ابنك بانك تشاركيه ان هو يعمل اعمال يدويه بايده، حاجه بايديه، يلون، يرسم، يكتب، مليه. الحاجات دي بتخلي دماغه تشتغل شويه، لان الموبايل بيخلي مخه واقف على انه هو ما بيشغلش مخه غير انه هو بيحرك ايده بس وعينيه بتبص، لكن اي حاجه بيحاول يعملها لا. يعني الطفل اللي ماسك الموبايل 24 ساعه بقى زي ما احنا بنشوف كده في التلفزيونات وبنشوف ناس بتعمل كده، اولا نظره بيضعف، ثانيا بتحس ان الطفل كسلان جدا جدا. لو قلت له اي حاجه مش عايز يعملها. لو حتى بدأنا نكبر شوية وبدأنا ناخد جدول الضرب أو نجمع أو كده، 1 و1 كام، 1 و5 كام، مش عارف يعد، عايز حاجة سريعة تساعده. فخدوا بالكوا، الموبايل متعب جدا 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 وتأثيره خطر قوي قوي على الطفل. اظن انتوا كلكم اكيد عارفين الموضوع دوت، بس انا حبيت الفت انتباهكم برضو لو حد عارف ومكبر دماغه. لا، خدي بالك وحافظي على اولادك، لان اولادك دول هم ثروتك في الحياة. لو محافظتيش عليها اكيد ربنا هيزعل منك قوي قوي قوي. بس فانتي حافظي على ولادك، علميهم وربيهم كويس. وخافي على كل عضو في اعضاء جسمهم، بحيث ان هم اما يطلعوا ويكبروا يدعولك، ما يقولوش امي اهملت فيا وسابتني لحد ما نظري ضاع، لحد ما افكاري اتلوثت. هيجيبوا اللوم عليكي انتي. بس حبيت اتكلم معاكم في الموضوع دوت ويا رب تكونوا استفدتوا منه اي حاجه. هنا بقى انا كنت خلصت الصلاة خالص ولمعت كل حاجة، وهلمع بقى الارض وكل حاجة. المهم بقى قبل ما الفيديو ينتهي معايا، انا حابة اشكر ناس جميلة جدا جدا دخلت الفيديو اللي فات وعلقت لي وكتبت لي كومنتات جميلة جدا ورحبت بيا وقالوا لي ان انا وحشتهم. انتوا كمان وحشتوني. الناس اللي انا مش عايزة انسى حد، بس عايزة اشكر طنط نبيلة. ميرسي جدا جدا يا طنط نبيلة على تعليقك الجميل، وطنط امال حبيبة قلبي، ربنا يخليك ليا ما تحرمش منك، وميرسي جدا على تعليقك الجميل. ماري جورج حبيبتي، ربنا يخليكي ما تحرمش منك ولا من تعليقاتك الحلوة. انتي كمان وحشتيني جدا زي ما انا وحشتك. ومادونا اشرف حبيبة قلبي، وسوسة عادل حبيبتي، انا مبسوطة جدا جدا يا سوسة ان انتي طمنتيني عليكي. ربنا معاكي يا رب كده ويعدي الفترة دي على خير. سوسة يا جماعة من سوريا، وكانت على طول بتعلق لي، واول فيديو نزلته دخلت قالت لي وحشتيني كتير. انتي كمان وحشتيني يا سوسة، وبامانه كان نفسي اطمن عليكي وعلى كل اهل سوريا. ربنا يطمنا عليكم، وان شاء الله الفتره دي تعدي على خير وتبقوا دايما عايشين في امان وسلام يا رب. مش عايزه انسى حد. هايدي نادر، متشكره يا هايدي جدا على تعليقك. ومريم منير، ربنا يخليك يا مريومه ما تحرمش من تعليقك الجميل. ومش عايزه انسى حد يا جماعه. ولولو صوفة، شكرا يا لولو، متشكره جدا على تعليقك، انتي كمان وحشتيني جدا. وكل اللي علق لي بجد بشكره من كل قلبي. عايزه اقول لقناه فيبي، ميرسي يا فيبي على تعليقك، ربنا يخليكي ليا حبيبه قلبي ما تحرمش منك. وحنون في المطبخ، بجد انا مش عايزه انسى حد، بس بامانه دول كل اللي حاضرين في ذهني دلوقتي. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش من محبتكم ابدا، وربنا يديمكم في حياتي وتفضلوا في ظهري كده اكبر واعلى بيكم يا رب. يا رب ما اكونش نسيت حد، ولو نسيت حد حقك عليا لو كنت نسيتك. بس بامانه انا بحبكم جدا جدا، ومتشكره على كل تعليق حلو انتوا كتبتوه. ولحد هنا الفيديو بتاعي خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم على السلامه.